آلاف الوظائف متاحة في أمريكا برواتب من 17 دولار ل 25 دولار في الساعة الواحدة وأكتر كمان. كتير من المهاجرين الجدد أو حتى الناس اللي موجودة في أمريكا بقالها فترة بسيطة ما تعرفش عنها أي حاجة. ففي الفيديو ده النهاردة أنا جاي أكشف لك عن تفاصيل 5 شغلانات تانية مش محتاجين شهادة جامعية وممكن ما تكونش سمعت عنهم قبل كده. الشغلانات دي هتساعدك إن أنت تبني كارير في أمريكا تقدر توصل بيه لمناصب أعلى وبالتالي دخل أعلى، وكل ده في كام سنة. ودي مش مجرد بس معلومات جاي أقولها لك كده والسلام، لا ده دي خلاصة بحث وتجارب واسرار ناس كتير ما تعرفهاش عن سوق العمل في امريكا. الوظيفه الثانيه اللي معايا النهارده هي الانشورنس كليم ادجستر. الانشورنس كليم ادجستر هو الخبير بتاع تسويه المطالبات التامينيه، يعني لو حد عنده تعويض هو اللي بيسوي الكلام ده. الوظيفه دي برضو من الحاجات اللي مستخبيه اللي محدش بيتكلم عليها خالص. فالشخص ده هو اللي بيخش جوه البوليصه وبيخش جوه تفاصيل التعويض والضرر واللي حصل والتقرير بتاع البوليس وكل الكلام ده عشان يعرف هل احنا كشركه تامين هندفع التعويض ولا لا، ولو هندفع كام. فهي شغلانه مهمه جدا جدا جدا، لان في امريكا انت كل حاجه مأمن عليها. لكن لو عايز تكسب اكتر بقى من 60,000 والكلام ده وتوصل ل 100,000 ويمكن اكتر بنفس الشغلانه دي، في حاجه اسمها كات كليم ادجستر او الكاتستروفيك ادجستر. ده رجل التعويضات الخاص بالكوارث الطبيعيه.